الامتحان بابل شيت او مقالي، هنذاكر ازاي؟ بالراحه كده وهون على نفسك. اهم حاجه ثباتك الانفعالي، ما تتوترش، دي اول حاجه. امتحان لو بابل، انت هتمسك الكتاب تقراه مرتين ثلاثه، مره تفهم الدنيا ماشيه على ايه، المره الثانيه بتركيز شويه، المره الثالثه خلاص بقى انا بركز وبعلم بقى الحاجات اللي هي ممكن تيجي MCQ او صح وغلط. حلو. بعد كده بتبقى في ورقه بره، تعمل زي فهرس كده اللي بيبقى في اول ورقه في الكتاب ده، تعملهم انت زي شبكه كده او خريطه ذهنيه، تبقى عارف اول فصل بيتكلم عن ايه، كم مبحث من جوه، الحاجات اللي ممكن تركز عليها تكتبها بره، الكلام ده لو الامتحان بابل. لو الامتحان مقالي هتلخص في وقت ان انت تلخص، تمسك الكتاب بتاعك كده كل سؤال او كل فقره تعمل لها زي تلخيص وتذاكر من التلخيص في ورق فروسكاب بره، والدنيا تبقى تمام وزي الفل. لو مفيش وقت ان انت تلخص، هتشوف حد بتثق فيه، مثلا حد الدحيح بتاع الدفعه، الليدر بتاع الدفعه، الكلام ده، تاخد منه التلخيص اللي هو بيجيبه من الدكاتره او اللي هو ملخصه وتذاكر منه. شوف حد بيحضر اهم حاجه مع الامتحان السابق بتاع الدكتور اللي هو بيديكم الماده حاليا، تتاكد ان هو نفس الدكتور بتاع الامتحان بتاعه، حله وتخش بيهم. لو امتحانك ميكس بابل ومقالي، اصعب واسوأ نوع امتحان بالنسبه لي، ده اول سنه ليا في الكليه، بسم الله الرحمن الرحيم، 50-50 الموضوع كان صعب. هتعمل بقى الاثنين، هتذاكر الملخصات وتذاكر بتركيز من الكتاب، هيخليك تقرا الكتاب مرتين ثلاثه وتذاكر من الملخصات اللي انت ملخصها، او لو اي حد بتثق فيه ملخصها. مفيش حل تاني. موضوع مجهد جدا، بيخليك تركز في كل كلمة في الكتاب، في كل سطر، في كل حرف، وفي نفس الوقت بتحفظ. فده اصعب نوع امتحان حرفيا، وربنا يكون في عون الناس اللي بتمتحن نص مقالي ونص بابل شيت. ربنا معاكم ويوفقكم. لو احتجت اي حاجة اكتبي في الكومنتات، وان شاء الله باعلى الدرجات واعلى تقدير باذن الله. اشوفكم فيديو جديد. سلام.